السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا لاباس في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ماشي غادي نشرح معكم التطبيقات وماشي غادي نشرح معكم الشروحات ديال اليوتيوب، ولكن غادي نشرح معكم افضل واحسن المعلومات. حيت بزاف ديال الناس انهم كيكتبوا لي في التعليق وكيكتبوا لي في الخاص، كيقول لك خويا بارطاجي معنا كيفاش اننا نشدوا الكلمه ديال السر ديال الويفي ديال الجيران، ولا كيفاش اننا نتجسوا على المكالمات، ولا كيفاش اننا نتجسوا على الواتساب. هاد الاسئله هذه كتجيني بزاف، ولكن كنتردد باش انني نبارطاجيها مع الناس. داكشي علاش انا قررت باش انني ندير لكم هذا الفيديو هذا، والحمد لله دائما الشرح كيكون مبسط وكنمشي معكم خطوه بخطوه باش كلشي فهم. لكن اهم حاجه الخطوه هو انك خصك تتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش انك تستافد من هاد المعلومات هادو. والناس اللي كيدخلوا اول مره للقناه ما خاسر اخويا والو، ما خاسر اختي والو. هبطوا ديروا لنا اشتراك، ديروا لايك، واي سؤال بالنسبه للمحتوى التقني كتبوا لي في التعاليق، الحمد لله كنجاوب كلشي. هادو معلومات تقنيه، يعني ان تقدر انك اول مره تسمع هاد المعلومات اللي غادي نعطيك. حيت بزاف ديال الناس انهم كيخرج ولا كيمشي للزنقه ولا كيكون جالس في شي بلاصه وكيطلع له الويفي مفتوح، ديك الساعه شنو كيدير؟ كيفرح وكيعجبو الحال. ولكن تما خويا ولا اختي راه ما خصكش انك تفرح، راه خصك انك تقلق وخصك انك تسد الويفي ديالك. هديك الساعه انك دخلتي في واحد الخطوره اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، وقليل بعض الناس انهم اللي كيردوا بالهم من الطريقه هذه. وكاين بعض الناس انهم كيقول له خويا طلق ليا معك الكونيكسيو، راه ما عنديش كونيكسيو. وديك الساعه خويا ولا اختي راك كتكون طحتي في واحد المشكل اللي هو كبير وكبير بزاف، راك غرقتي. داكشي علاش كنقول لكم الخوت، الا مشيتي لشي بلاصه ولقيتي الويفي مطلوق، حضي راسك وسد الويفي ديالك. راه كاينه النصابه اللي شنو داير؟ فاتح الويفي ديالو مفتوح وكيدوز كيتيليشارجي واحد التطبيق من بلاي ستور وكيكونيكطيه مع الويفي ديالو وكيطلق الويفي مجانا. يعني فابور، الويفي مطلوق فابور. باش كتمشي انت كتدخل كيجيه ميساج بان شي واحد دخل عنده الويفي ديالو وتكونيكطا بالويفي ديالو. شنو كيدير هو؟ مباشره كيمشي كيهز جميع الصور اللي عندك في الهاتف، جميع الفيديوهات، جميع البيانات، جميع داكشي ديال الا كان عندك شي كود ديال البنكه ولا اي حاجه عندك في الهاتف ديالك. كون متاكد بان هذوك المعلومات كامله تهزت كامله من الهاتف ديالك وتحطت عنده في البيسي. ولكن هذا الشيء هذا غالبا كيخدموه الناس اللي عنده البيسي، كيكون داير بيسي وكينزل التطبيقات. من بعد ما كتكونيكطا انت كيوصلوا ميساج للبيسي ديالو كيقول له شي واحد تكونيكطا هنا. شنو كيدير هو؟ كيدير انستالي لهذاك الهاتف ديالك، كيعرف النوع ديال الهاتف ديالك وكيعرف وكيهز لك الصور ديالك والنوامر ديال الهاتف ديالك والفيديوهات. اي حاجه عندك في التليفون كتهز وكتحط عنده مباشره في البيسي، كيولي هو محكم لك في الجيميل ديالك ومحكم لك في التصاور ديالك، كلهم كيهزهم وكيحطهم. وانت بسبب انك مشيتي كتكونيكطا من الويفي. وخطوره اللي اكثر من هذه، كاين بعض الناس انهم كيشد الويفي ديالو كيعطي الكود ديالو لشي واحد اخر ما كيعرفوش، ولا شي واحد شاد من عنده الويفي. مثلا شي واحد جارك شاد من عندك الويفي، شنو كيدير؟ يقدر هذاك السيد يدير مشكله في التليفون ديالو، ولكن ملي كتوقع مراقبه شنو كيوقع؟ كيجيو هما المراقبه كيجيو لمول الويفي اللي مكتوب الاسم ديالو بالويفي. وضروري انك باش كتمشي كتدخل الويفي ضروري انك كتعطيهم لا كارت ناسيونال، وضروري كتسنيو بزاف ديال الحوايج. انت هو المسؤول. لنفرض غادي نعطيكم واحد المثال بسيط باش انكم تفهموا الطريقه. يعني انت مثلا عندك طاكسي وكتهز الركاب معك، الا وقفك بوليسي مع من كيهضر؟ كيهضر مع الشيفور، هو اللي مسؤول على دوك الناس اللي راكبين. وكذلك الخوت، يعني انت هو مول الويفي، حضي الويفي ديالك، وحتى لا عطيتي الكود عرف لما تعطيه وشنو غادي يدير به. راه يقدر يدير اي مشكله بالتليفون ديالو ولا يهضر على شي حاجه اللي هي خطيره، كيجيو مباشره المول الويفي، هو اللي كتوقع عليه عقوبه، هو اللي كيوقع عليه غرامه ماليه. هادشي ساليناه ديال الويفي. راه بالنسبه للناس اللي كيطلقوا الويفي فابور، ولا كتشد الويفي فابور حضي راسك ما تشدش، ما خاسر والو. دابا ولات نجمه 6 كدوز لك شهر درهم في النهار. علاش؟ انك انت غتمشي تشد واحد الويفي ولا غتمشي تطلق لبنادم واحد الويفي؟ انت مخلص، انت هو المسؤول على داك الويفي. ما تطلقش وما تشدش.
دائما بزاف ديال الناس انهم كيكتبوا لي كيقول خويا كيفاش انني نشد الوايفاي ديال الجيران، ولا راه كاينه بزاف ديال التطبيقات، والطريقه سهله بدون تطبيقات بدون هذا باش انك تشد الكلمه ديال السر ديال الوايفاي بدون تطبيق. ولكن راه خطر الخوت، هذا الشيء راه خطر وخطر جدا. تقدر انك تكون مكونيكتي حتى يوقفوا عليك البوليس، السلام عليكم نوض معنا يلاه شنو داير، يلاه حتى اللي تعرف شنو داير، ما تعرف راسك انت شنو داير انت، راه يجيك هذا الشيء هذا غريب. راه بعض الناس انهم كيشوفوا دابا هذا الفيديو هذا كيجيهم هذا الشيء راه غريب، ولكن هذا الشيء هذا راه قانوني. راه ملي تدخل المحكمه وداك الشيء غتبدا انك كتصنت على الفصول عاد تفهم راه داك الشيء حقيقي. بعض الناس انهم راه فاهمين، يعني راه فاهمين هذه الطريقه هذه وفاهمين هذا الشيء، هذا النصب اللي كيكون وهذه الخطوره ديال الويفي وهذه الخطوره ديال كيفاش انك تطلب كونيكسيون. ولكن كاين بعض الناس انهم اللي ما عارفينش، هنا كنهضروا مع الناس اللي ما عارفينش داك الشيء. علاش اخويا ولا اختي ما تطلقش الويفي ديالك، ما تعطيش الكود ديالك لشي واحد اخر، وحتى لا عطيتي الكود خصك تعرف لما تعطي لشي واحد اللي هو محترم، شي واحد اللي انه ما يديرش شي مشكل. لما تعطي خصك انك تعرف، وحتى انت اللي شاد الويفي خصك انك ما ديرش شي حاجه اللي هي ما زويناش. بالنسبه للويفي احنا سالينا هذا الموضوع هذا، حاولوا ما امكن انكم تحضيو راسكم مزيان وتحضيو الهواتف ديالكم والصور ديالكم. راه في رمشة عين يمشي لك الصور، يمشي لك الجيميل، يمشي لك كلش، الهاتف ديالك كيبقى مراقب 100%. اما بالنسبه للناس اللي كيكون جالس حدا صاحبه ما عندوش كونيكسيون كيقول له خويا طلق ليا الكونيكسيون، راه هذاك السيد ملي كيطلق لك الكونيكسيون يقدر حتى هو يقدر انه يكون صاحبك ما كاينش مشكل، ويقدر انه ما يهزكش الصور وما يهزكش شي حاجه. ولكن يقدر ان بعض النصابه يقدر انه يطلق لك الكونيكسيون ويهز لك التصاور، يهز لك الفيديوهات، يهز لك كلشي. وحتى انت ملي كتشد من عنده راه حتى هو كيكون في خطر. نتوما بجوج، لا اللي شاد ولا اللي طالق، بجوجهم انهم كيكونوا في خطر. هو اللي شاد يمشيو له التصاور ويمشيو له المعلومات ديالو كاملا من التليفون، وانت اللي طالق له تقدر انك الا دخل هو لشي حاجه اللي ماشي هي هذيك، شي حاجه غير قانونيه وداك الشيء، راه تقدر انك تمشي انت للحبس. راه ما يجيوش يقلبوا عليه حيت هو اللي مكونيكتي من عندك، راه كيجيو هما كيقلبوا على الاصل، غادي يشدوك انت حيت هو مول الاصل وانت هو اللي طالق. من بعد ما غادي يشدوك انت راك مضمون ل 100% غادي تمشي وغادي تخلص غرامه ماليه، وهو ديك الساعه عاد يوقع عليه بحث. ولكن الاصل هو انت، اول حاجه غادي يديروا هو انت غادي يقلبوا عليك وغادي يشدوك. حضي راسك اخويا، حضي تليفونك، حضي بياناتك، حضي جميع الحاجات ديالك من الهاتف ديالك. راه ولا اختراق، ولاو تطبيقات اللي هما خطيرا جدا. وحتى بالنسبه للناس مثلا اللي كيكون عنده الهاتف ديالو كيدوز واحد ما كيعرفوش ولا كاع كيعرفو، كيقول له خويا عطيني وندوز واحد المكالمه، ماشي مشكل عطيه مكالمه، ولكن راقبو شنو كيقول في ديك المكالمه، حيت يقدر يدوز شي مكالمه غير قانونيه وتمشي انت للحبس. راه ساهل هادشي عندهم، راه دغيا يجبدوك. ما تقولش انا نبدل الكارطه ولا نهرس هادي، راك مجبود. داكشي علاش اخويا حضي راسك. عندك الربح ملي يقول لك عطيني مكالمه، عندك الربح تجبد 5 دراهم وتقول له هاك سير دير تعبئه وهضر، ولا تشد التليفون ديالك وتعطيه له ويدوز مكالمه غير قانونيه وتصدق انت غادي للحبس طالع هابط بسبب الخير درتيه في واحد. داكشي انا ماشي ضد انك دير الخير، دير الخير، راه كاينه بزاف ديال الحوايج فين دير الخير، عطيه فلوس، عطيه بزاف ديال الحوايج. ولكن بالنسبه للهاتف وهذا الشيء التقني حضيو راسكم، راه تمشي للحبس في اي حاجه في اي لحظه. وبالنسبه للناس اللي كيصوروا بغير اذن، راه بعض الناس انهم فاتحين قنوات في اليوتيوب، في فيسبوك، في اي حاجه في جميع المجالات. راه دائما انني كنشرح لكم الخوت، الا عندك محتوى حاول ما امكن انك ما تصورش شخص دايز في الزنقه وانت داير جوالات ولا داير شي حاجه، حاول ما امكن ما تصورش بنادم. راه الا شافك وهز هذاك هز هذاك الفيديو ونزلو عنده ومشى رفع بك دعوه، عنده الحق والحق ديالو. ما تصورنيش اخويا وانا غادي في الزنقه، راه من حقه انك ما تصورش ودغيا غادي يجيب الحق والقانون كيكون معاه. اول حاجه غادي يقول لك واش انت عندك شي رخصه على التصوير ولا شي، واخا تكون عندك رخصه الا ما طلبتيش الاذن من الانسان انك تصور له وجهه ولا تصوره هو، راه ما خصكش تصوره، ولا دير له فيديو ولا اي حاجه، راه ما خصكش تصوره. وهادشي هذا راه بعض الناس انهم داير المحتوى وكيبقى غادي انه كيصور في الزنقه وما عندوش مشكل كاع، كيصور ويصور البنادم وجهه وما عندوش مشكل. راه في رمشة عين تقدر انك تمشي للحبس بتصويره صورتي بنادم ولا صورتي شي واحد وحداه الاخر،
راه تمشي للحبس، باش نكونوا واضحين. هادشي راه بعض الناس عارفينو بعض الناس ما عارفينوش. وتقدر انك تكون داير فيديو ولا داير جوالات ولا داير اي حاجه، ولا في عرس ولا في مهرجان، في جميع ما يكون العدسه ديال الكاميرا ديالك تشد شي واحد وبغير اذن ديالو، راك غادي تمشي للحبس. الا رفع بك دعوه راك غادي تمشي للحبس. وهذا الشيء هذا راه ما كيطولش دغيا ان الحكم كيوقع وغادي تمشي للحبس 100%. داكشي علاش اخويا عرف ما تصور، عرف ما تدير فيديو، حضي الهاتف ديالك، حضي المكالمات ديالك، حضي الويفي ديالك، حضيو راسكم مزيان الخوت. انا هذا ماشي هو المحتوى ديالي. انا دائما انني كنعطيكم تطبيقات، شروحات ديال اليوتيوب، شروحات فيسبوك، تيك توك، جميع المواقع والتطبيقات. ولكن ملي كنشوف شي حاجه اللي هي خطيره وخطيره بزاف، ضروري خصي انني نبارطاجي مع الناس. ما نخليش ان الناس غادي في غفله. وكاين بعض الناس راه كتجي عادي جالس مع بنادم وكيسجلوا، يلاه كيسجلوا، والاخر خدام كيهضر وكيمشي كيصيفطها لواحد اخر، راه دغيا انك تمشي للحبس فرا مشات عين. هادشي راه ما فيهش النقاش. راه بعض الناس انهم ما عارفينش، انا كنهضر مع الناس اللي ما عارفينش. اما الناس اللي عارفين راه ما يديروش هادشي هذا. راك تسجل بنادم ويهز هذاك التسجيل ديالك ويكون عنده دليل يحطك عند البوليس، راك كون متاكد راك غادي تمشي للحبس. داكشي علاش اخويا ولا اختي نصيحه كنعطيكم هذه النصيحه دي من القلب. حاول ما امكن انك المكالمات ديالك، الهاتف ديالك حضيه، عرف المكالمات لما تعطيهم، عرف الويفي ديالك لما تعطيه، عرف مع من تبارطاجي الويفي ديالك، عرف شنو تصور، عرف الفيديو فين، اي حاجه كتخص الهاتف ديالك حضيها مزيان. وحضي البيانات ديالك، سد بلوتوث، سد الويفي في الوقت اللي ما كتكونش خدام بهم. هادشي اللي كاين الخوت هادشي راه واضح وباين، وهادو راه افضل واحسن المعلومات بالنسبه لهادشي ديال الهاتف. هادشي اللي كاين اخويا ولا اختي. الا كنتي وصلتي حتى لهنا ومازال ما دايرش اشتراك، هبط اخويا هبط يا اختي، ديروا لنا اشتراك وديروا لايك. واي سؤال بالنسبه للمحتوى التقني كتبوا لي في التعليق، الحمد لله كنجاوب كلشي. وحاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش كلشي يستافد. المهم ما نطولش عليكم، السلام عليكم.